السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج زملكاوي على قناة نادي الزمالك. قبل ما اتكلم في اي حاجة، انا حابب من خلال قناة نادي الزمالك، واللي انا هقوله ده مش عيب على فكرة، ان انا اعتذر لجمهور النادي الاهلي العظيم، واعتذر لمسؤولي النادي الاهلي ومجلس ادارته، الشخصيات المحترمة والمرموقة اللي موجودة في مجلس ادارة النادي الاهلي. واعتذر ايضا لكل اعلاميين مصر عن تناولي الخاطئ في موضوع كهربا. وبعتذر ان انا كنت شخص مثير للفتنة والتعصب، لاني تجرأت واتكلمت على هروب لاعب. وبعد كده ايقنت بعد ما راجعت نفسي ووجدت ان انا كنت على خطأ، ولا بد من الاعتذار. وليس عيبا ان يعتذر الشخص بعد ما يحس انه اخطأ. فاتمنى قبول اعتذاري من مجلس ادارة النادي الاهلي، ومن جمهور النادي الاهلي العظيم، ومن النادي الاهلي صاحب القيم والمبادئ، واللي اتعلمنا منه كتير الفترة الاخيرة. ناس دلوقتي بتتفرج عليا وبتستغربني قوي. انت بتعتذر بجد يا خالد؟ بعتذر، مش عيب. مش عيب ان انا اعتذر ان انا كنت ماسك في توجه اعلامي كنت اعتقد ان هو التوجه الاعلامي السليم، لكن على ارض الواقع لقيت ان انا ماشي ضد التيار. واعتذاري ده مش بس هيكون اعتذار بالكلام، لا، لازم يكون اعتذار عن طريق حاجات انتوا هتشوفوها دلوقتي حالا، وهتتأكدوا ان انا فعلا كنت مخطئ، ومخطئ خطأ كبير جدا. تعالوا نطلع لفاصل ونرجع نبتدي حلقتنا من برنامج زملكاوي، واللي فيها هعتذر لأصغر أهلاوي والأكبر أهلاوي، وهعتذر لمجلس إدارة النادي الأهلي، وهعتذر للمهندس عادل القيعي الشخصية المحترمة، وهعتذر للمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، وهعتذر للإعلامي الكبير اللي بدأ الإعلام الرياضي في مصر كابتن أحمد شوبير. وبرضو هنتعلم من إعلاميين كبار زي الكابتن مدحت شلبي الزميل اللي أنا بعتز بيه جدا، زي الزميل إبراهيم فايق، زي الزميل محمد الليسي، زي يعني ناس كتير قوي انا هعتذر لهم على الهواء مباشرة دلوقتي. وانا اعتقد اتمنى ان انتوا تقبلوا اعتذاري،